قصص أطفال قبل النوم. قصة شقي بس طيب، تأليف وصوت إيمي مصطفى. في يوم من أيام الصيف الجميل خرج بابا لشغله زي كل يوم. صحي أحمد ونهى ومحسن من النوم متأخرين لأنهم في أجازة الصيف. محسن الابن الكبير عنده 12 سنة، طيب وعاقل، بيقضي وقته في القراءة ولعب الكرة مع أصحابه أو على الكمبيوتر. أما أحمد عنده 10 سنين، لطيف وظريف لكن شقي حبتين، غاوي يلعب ويشاكس في إخواته، وأوقات بيعمل غلطات بتزعل إخواته منه. أما نهى بنوتة كيوت 5 سنين، غاوية تلعب بالعرايس بتاعتها والمكعبات. بعد الأولاد ما فطروا دخلوا أوضة نهى يلعبوا هما التلاتة سوا. أحمد زهق من اللعب فراح شايط المكعبات برجله، ولما محسن حاول يوقفه راح زقه وجري، وهو بيجري كسر المج الأحمر اللي ماما بتحبه. ماما غضبت قوي من أحمد، وخاصة لما عرفت إنه زق أخوه محسن وأخته بتعيط زعلانة على مكعباتها اللي انكسر منها شوية. ماما زعقت في أحمد جامد وقالت له هقول لبابا لما يرجع من الشغل علشان يعاقبك. محسن ونهى خصموا وقعدوا يلعبوا هما سوا مع بعض وسابوا أحمد لوحده. أحمد قعد في أوضته يعيط ويسأل نفسه، يا ترى بابا هيعاقبني بإيه لما يعرف إني ضايقت إخواتي وماما كمان؟ بابا رجع من الشغل وعرف اللي حصل من ماما، وكان غضبان جدا ومصمم يعاقب أحمد. لكن لما بابا بص في وش أحمد لقاه معيط وخايف قوي. بابا حس إن أي عقاب زيادة على أحمد هيخليه يحس إن الكل ضده مش بيحبه. بابا أخد أحمد وخرجوا يصلوا في الجامع، وهما ماشيين بابا اتكلم بهدوء مع أحمد على اللي عمله مع ماما وإخواته. ساعتها أحمد اعترف إنه غلط وإنه اتصرف وحش مع إخواته. بابا طبطب على أحمد وقال له كلنا بنغلط، بس المهم إننا نصلح الغلط بسرعة ونفكر في طريقة نصالح بيها أكتر ناس بتحبنا. وهما راجعين للبيت قعدوا يفكروا سوا إزاي أحمد يصالح إخواته ومامته. لما أحمد وبابا روحوا البيت الكل كان مخاصم أحمد، وقعد أحمد في سريره يفكر يصالح ماما وإخواته إزاي. تاني يوم أحمد صحي بدري وطلع حصلته وأخذ الفلوس اللي محوشها وانتهز فرصة انشغال ماما في المطبخ وإخواته نايمين، ونزل محل الهدايا اللي تحت البيت. ولما رجع أحمد لقى ماما وإخواته قلقانين عليه، ولما سألوه كنت فين أحمد قال أنا آسف يا ماما إني نزلت من غير إذن حضرتك، بس كنت بحاول أصلح غلطة امبارح. أحمد جري على أوضة نهى واداها توكة شعر جميلة فرحت بيها، وبعدها جري على أوضته جاب كرة أخوه محسن اللي كان مخبيها منه، وراح لماما ادى ماما علبة فيها مج جديد بدل اللي كسره، واعتذر ليهم كلهم. ماما والأولاد سامحوا أحمد، أي نعم هو شقي حبتين بس قلبه طيب. الكل ابتسم
ومشي الخصام ورجع الحب من تاني وحضنوا بعض كلهم. لما أحمد قال: بابا قال لي كلنا بنغلط، لكن المهم مش نكرر الغلط ونصالح اللي زعلناه بسرعة علشان نفضل نحب بعض وما نزعلش من بعض تاني. ولغاية هنا الحدوتة خلصت، حلوة مش ملتوتة، وتصبحوا على خير يا حلوين.